مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم معانا وحلقه جديده وعيون الحقيقه. في عيون الحقيقه النهارده هنتحدث عن الانتخابات الرئاسيه، ولكن ليس في مصر وانما في الخارج. الحقيقه انه سياده السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجيه للشؤون القنصليه قال انه في تصريح له ان العليا للانتخابات قدمت عده تسهيلات للمصريين الموجودين في الخارج. منها مثلا انه ممكن ان اي مصري موجود في الخارج ان هو يصوت بالرقم القومي او بالباسبور، واذا ما كانش الرقم القومي معاه ممكن ان هو يسجل في اي سفاره واي قنصليه قريبه منه، مش زي الاول كان لازم يسافر لبلد محدده وقنصليه محدده او سفاره محدده يصوت فيها. بالاضافه الى انه ميعاد الانتخابات ان شاء الله هتبقى يوم 15 16 17. 15 ده عطلة رسمية، فبالتالي بنأمل انه مشاركة المصريين في الخارج تكون يعني بشكل كبير جدا ان شاء الله. عن الانتخابات، عن التسهيلات، عن الرأي العام العالمي عن هذه الانتخابات هيكون موضوعنا النهاردة. بالإضافة ايضا الى ان احنا هنحاول ان احنا نعرف المصريين في الخارج بيأملوا ايه في رئيس مصر القادم، ايه مطالبهم منه وايه اولوياتهم. اسمحوا لي ارحب بضيوفي. معايا الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير الاهرام، اهلا بحضرتك يا فندم. معانا ايضا الاستاذ محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، اهلا بحضرتك يا فندم. مشاهدينا قبل ما هنبتدي الحلقه هنروح لتقرير نشوف فيه السيره الذاتيه لكل من المرشحين الرئاسيين، ونرجع لكم مره ثانيه مشاهدينا نبدا الحلقه. حمدين صباحي اتولد يوم 5 يوليو سنة 54 في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وهناك قضى طفولته والسنوات الأولى من عمره بين الفلاحين والصيادين والطبيعة اللي اتميزت بيها بلطيم. سنة 75 بعد التحاقه بكلية الإعلام أسس مع رفاقه اتحاد أندية الفكر الناصري، وتم انتخابه رئيسا لاتحاد طلاب كلية الإعلام ورئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة ونائب لرئيس اتحاد طلاب مصر. سنة 76 ساهم حمدين بدوره القيادي في حشد جهود الحركة الطلابية لإجبار السلطة على إصدار اللائحة الطلابية الديمقراطية لعام 76. سنة 77 كانت المواجهة الشهيرة مع الرئيس السابق أنور السادات، وده كان خلال لقائه باتحاد طلاب مصر بعد انتفاضة يناير 77، واللي أعلن خلالها حمدين نقده ومعارضته بوضوح وموضوعية، ونضل مع الجماهير في الشارع لأنه كان يؤمن أن التغيير لن يأتي إلا عبر الشارع وبإرادة الشعب المصري. في عام 2010 تم تأسيس حملة دعم حمدين صباحي مرشحا شعبيا للرئاسة، والتي جمعت آلاف التوقيعات لدعم حمدين وغيره من المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة والضغط من أجل تعديل الدستور. ثم شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير وخاض انتخابات مجلس الشعب بناء على قرار أهالي دائرته والتي تم تزويرها بشكل فج، فساهم في تأسيس البرلمان الشعبي. في عام 2011 شارك حمدين في مظاهرات يوم 25 يناير مع أهالي دائرته في بلطيم، ثم شارك في جمعة الغضب في المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وشارك أيضا في المظاهرات المليونية والاعتصام بميدان التحرير أثناء ثورة الشعب المصري، والتزم بأهدافها ورفض المشاركة في المفاوضات التي جرت مع نائب الرئيس السابق عمر سليمان. رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية وشوفنا مع بعض تقرير عن السيرة الذاتية للسيد حمدين صباحي، ودلوقتي هنشوف تقرير عن السيرة الذاتية للمشير عبد الفتاح السيسي. وبفكركم بموضوع الحلقة النهاردة هيكون عن المصريين في الخارج، ماذا يتوقعوا من رئيس مصر القادم، بالإضافة للتسهيلات في دول العالم كلها للمصريين أثناء عملية التصويت. نروح مشاهدينا ونرجع لكم مرة تانية نبدأ الحلقة. خلي بالكم يا مصريين، انتم لما أردتم التغيير حققتوا المستحيل. لما أردتم التغيير حققت المستحيل.
الحالة المصرية بتواجه تحديات لم يسبق أن واجهتها مصر في العصر الحديث في ال200 سنة اللي فاتوا. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية وشفنا التقريرين، وبالتوفيق إن شاء الله لكل منهم، التوفيق لمصر بإذن الله إن شاء الله، ويولي الصالح بإذن الله. هنبدأ بأول سؤال لأستاذ محمد ريان نائب رئيس الاتحاد المصريين في الخارج، وعايزين نعرف إيه التسهيلات اللي قدمت للمصريين هذه المرة عن المرة دي بالظبط عن المرات السابقة. في المرة دي الحقيقة اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية عملوا إنجاز كبير جدا. إيه الإنجاز اللي عملوه؟ إنه المصري في الخارج أينما كان يستطيع أن يدلي بصوته. بمعنى لو أنا مقيم في أسبانيا وفي اليوم ده موجود في فرنسا، أروح السفارة في فرنسا وانتخب. لو واحد مصري مواطن مصري عابر سبيل يروح السفاره وينتخب. لو واحد مواطن مصري ومسافر للعلاج يقدر يروح السفاره وينتخب. بس شرط اساسي ان يكون معه بطاقه الرقم القومي ومعاه جواز السفر المميكن اللي هو فيه الباركود. النقطه الثانيه ودي مهمه قوي عملتها اللجنه العليا للانتخابات في القرار رقم 11 لسنه 2014 اللي طلع في 29 ابريل الماضي. قال الانتخابات الرئاسيه الاشراف من قبل مندوب كل رئيس يكون موجود. اي مصري في الخارج وعايز يراقب او يتابع العمليه الانتخابيه اهلا وسهلا. اي صحفي عالمي موجود في الدوله المتواجد فيها اللجنه الانتخابيه اهلا وسهلا. اي منظمات حقوق وانسان تيجي عشان تشوف نزاهه وحيده والانتخابات اهلا وسهلا. فدي كلها تسهيلات ما كانتش موجوده قبل كده. احنا كنا بنتعذب عشان نخش على الشبكه واسجل اسمي. وهل يا فندم القنصليات والسفارات بعدد يعني سهل، يعني مش مسافه، يعني مش مسافه مثلا؟ انت عايزه تقول الانتشار الجغرافي للجان الانتخابيه؟ بالظبط كده بالظبط. لا دي مشكله. بس على اي حال انا عايز اقول على حاجه، النهارده احسن من امبارح في ممارسه العمليه الديمقراطيه. احنا عندنا بتقابلنا مشكلتين كابناء مصر في الخارج، وهي التواجد بتاع المقر الانتخابيه في المناطق اللي احنا عايشين فيها، لان كلنا مش عايشين في اقليم واحد. فممكن يكون اكتر من اقليم موجود لكن ما فيش غير، يعني عندك كل اسبانيا ما فيش غير مدريد. ايوه. طب وهذا كلام، انا هسافر 1500 كيلو او 700 كيلو عشان ادلي بصوتي؟ فعلينا. طيب بالنسبه للاستاذ اشرف، لو قلنا هل يعني احنا عارفين انه كان في عزوف من المصريين في الفتره السابقه في الانتخابات، هل بس للاسباب اللي هي اللي احنا حاولنا ان احنا نساعد فيها دلوقتي واللجنه العليا للانتخابات تعمل يعني بعض التيسيرات ليها، ولا شايف انه كان في سبب معنوي، سبب نفسي، في اي حاجه؟ لا، انت لو تحدثنا عن الماضي اعتقد انه كانت هناك حاله من العزوف، حاله من التراجع، حاله من الرفض لامكانيه ان يكون هناك تعاطي او مشاركه مع المسار الداخلي في مصر من احداث سياسيه، من احداث اقتصاديه، لانهم كانوا يعلمون تماما ان ما يحدث في مصر مبرمج
وتم الاتفاق عليه بشكل ديناميكي من قبل النظام الحاكم سواء في عهد مبارك، وبالتالي مع بداية ثورة 25 يناير أصبح هناك شغف واهتمام بتطورات الوضع داخل مصر حاليا، فوجدنا اهتمام كبير من المصريين سواء في الداخل أو الخارج لمتابعة الشأن المصري على مدار الساعة دقيقة بدقيقة فيما تتعلق بأحداث في مصر سواء أمنية اقتصادية سياسية، وبالتالي أصبح الجميع راغب في إحداث نوع من التغيير أو إحداث طفرة كبيرة في التعاطي مع المشهد السياسي لأنه يحمل الجنسية المصرية، وبالتالي هو حريص كل الحرص على أن يتابع أحوال بلاده بشكل كامل. أعتقد أنه أصبح بعد ثورة 25 يناير لدى الجميع مصريين في الداخل والخارج أن يكون لديهم فرصة في التغيير وصنع التغيير، لأن حدث ثورة 25 في حد ذاته كان معجزة بشرية، وبالتالي أحدثت نوع من التغير الجوهري ليس في منطقة الشرق الأوسط لكن في العالم بشكل كبير. أيضا أحدثت نوع من التغير داخل مصر فيما يتعلق بالقضايا التي كانت تواجهها مصر في حالة من الركود والسكون والتراجع على مدار 30 عاما وغياب وتراجع الدور المصري. أعتقد بعد ثورة 25 يناير حدث نوع من الانقلاب الجماهيري أو البشري في المشهد السياسي المصري، فوجدنا حالة الانعطاف أو الاهتمام الكبير مع طيب الأحداث في مصر. أنا بأسف لحضرتك لكن مشاهدينا هنروح نرفع أذان المغرب ونرجع لكم مرة تانية، وده طبعا بتوقيت القاهرة. حان الآن موعد آذان المغرب. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية، وأستاذ أشرف حابب أنك تكمل عايز أقول في نهاية الأمر أن هذا الاهتمام من قبل المصريين في الخارج
كما يحدث في مصر حاليا. الجميع لديه نظرة من التفاؤل أنه بعد 30 أو 25 يناير ثم 30 يونيو أصبح الجميع راغب في إمكانية أن يشارك في صنع القرار السياسي في مصر، لأن وجد أن هناك سمة تغيير حصل في المجتمع المصري. ثورتين استطاعوا أن يعزلوا رئيسين ويلعبوا دورا كبيرا في فتح المجال أمام المصريين جميعا للمشاركة السياسية وعودة المسار الصحيح للدولة المصرية نحو الوجهة الصحيحة، أو وضع الدولة المصرية على السكة الصحيحة فيما يتعلق بإمكانية استعادة هذا الدور وهذه المكانة وإمكانية تصحيح أوضاع المصريين اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. ولذا الخارج أو المصري في الخارج يرى أن العالم والميديا العالمية تتابع أخبار مصر على مدار الساعة بشكل لديه كثير من الاهتمام. انطلاقا من دافع الوطن وحب الوطن أصبح راغب في إمكانية صنع شيء جديد للوطن، وبعتقد من هنا جاء سير الاهتمام. وجدنا في الدستور الماضي ودستور قبل الماضي حتى في عهد المعزول أو المخلوع مرسي نوع من الكثافة العددية في حجم المشاركة المصرية. أعتقد أنه مع مضي الوقت هناك أصبحت هذه المشاركة تتزايد. بعض القضايا أو العلل أو الخلل الذي كان موجود والعوائق التي كانت موجودة بيتم حلها بشكل تدريجي، سواء في كل استحقاق رئاسي أو انتخابي أو برلماني. واعتقد ان المساله مرحله الكمال، لكننا الان لدينا كثير من بعض الصوره الايجابيه التي يمكن عليها البناء في المستقبل. طيب. سواء في الداخل او الخارج نحو الوطن الام وهو مصر. بس انا احب اقول حاجه صغيره. اولا كل الشكر والتقدير اللي قاله الاستاذ اشرف العشري، انما انا عايز اقول على حاجه. اتفضل. دستور 2014 حط الاساس القوي ان هو مكن المصري في الخارج من الانتخاب والتصويت والترشيح، حق المشاركه الكامله. وحاليا يعني احنا ان شاء الله يوم الاثنين الجاي في دار الاوبرا هنعقد مؤتمر كبير جدا عشان نناقش نقطتين مبسطين، اللي هو قانون المجلس النيابي وقانون مباشره الحقوق السياسيه. المصري في الخارج فين؟ وان شاء الله وزير العداله الاجتماعيه هيشارك معنا في هذا المؤتمر، ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان هيشارك معنا في هذا المؤتمر. فاذا هو حط قواعد يمكن ان تبنى لابناء الجيل الثاني والثالث، وده هيصلح المشاركه. بالاضافه ان الاليات زي ما قلت لحضرتك قبل كده بتتحسن. يعني احنا الخطوه القادمه اذا اذنت لي في 30 ثانيه، الخطوه القادمه احنا بندرس مع وزاره الخارجيه اينما كان المصري يروح يطلب صوته عن طريق اقسام البوليس في الدول اللي احنا متواجدين فيها. محتاجه بعض الوقت ومحتاجه امكانيات. طيب. اتفاقيات لا مش هنحط اتفاقيات. احنا معانا دوليه زي الاتفاقيه القضائيه وخلافه. معانا من واشنطن الاستاذ محمد فتوحي المحلل السياسي. اهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بيك استاذ غالي. استاذ محمد، يمكن عايزه اعرف من حضرتك الغرب عامه وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه شايفين الانتخابات الرئاسيه ازاي؟ بالنسبة للولايات المتحدة أعتقد أنها تجد أن الانتخابات الرئاسية في مصر باعتبارها المرحلة الثانية طبعا من خارطة الطريق أو خارطة المستقبل كما تمت تسميتها، هي تمثل خطوة أساسية بالنسبة لعملية التحول السياسي في مصر. طبعا هناك مناقشات، هناك جدل وخلافات أحيانا بالنسبة لطريقة تنفيذ خارطة المستقبل، لكن في نفس الوقت هناك تفهم انه من الضروري الاستمرار في خارطة المستقبل وان يتم تنفيذها بشكل يقنع العالم ان هناك عملية سياسية حقيقية في مصر تعود بها الى شكل من الممارسات السلمية لتسوية الخلافات والجدل الدائر حاليا في مصر. وبالتالي انا اعتقد انها خطوة اساسية، لكنهم ينتظرون لكي يروا كيف سيتم تنفيذها لكي يتم الحكم عليها. يعني هناك كان رضا على سبيل المثال وترحيب بالاستفتاء على الدستور، لكن كان هناك بعض التحفظات على الطريقه التي تم بها اجراء الدستور، وبالتالي انا اتصور انه الانتخابات الرئاسيه ستكون محطه مهمه في هذا الاطار لاقناع العالم بان مصر تسير بالفعل على طريقه التحول السياسي السلمي. طب يا فندم، انت شخصيا، حضرتك شخصيا كمواطن مصري عايش بره، ايه الصعوبات اللي بتواجه المصريين لما بيحبوا ان هم يدلوا بصوتهم في الانتخابات؟ وهل شايف ان قرارات او التعديلات اللي قامت بها اللجنه العليا للانتخابات كافيه، ولا في صعوبات تانية ممكن نتلافاها في الاستحقاق الاخر بقى من الانتخابات البرلمانيه؟ لا، الحقيقه ليست كافيه على الاطلاق، وهناك المزيد من التعقيدات، لانه الولايات المتحده ربما تمثل حاله خاصه لانها قاره في حد ذاتها. هناك 5 قنصليات موجوده في انحاء الولايات المتحده، لكن عندما نتحدث عن مسافات تصل الى مئات الاميال او الكيلومترات، فنحن نتحدث عن صعوبات حقيقيه من الناحيه اللوجستيه لمجرد استخراج بطاقه الرقم القومي.
وبالتالي أجد هناك الآلاف من المصريين الذين يرغبون في المشاركة لكنهم عاجزون عنها، بمعنى أنه عندما تأتي لجان من مصر تأتي للحضور إلى بعض القنصليات الأساسية تمضي فيها عدة أيام ثم تغادر. لكي يسجل أي شخص أو يستخرج هذه البطاقة عليه أن يسافر بالطائرة إلى مقر هذه القنصلية، وبالتالي أنا أتصور أنه لابد أن يكون هناك حلول حقيقية، ليس فقط بالمناسبة من أجل إجراء الانتخابات والمشاركة فيها، لابد أن تكون هناك قاعدة بيانات حقيقية للمصريين في الخارج وفي الولايات المتحدة تحديدا. لا يوجد رقم حقيقي حتى الآن يستطيع أي مسؤول مصري أن يقول أنه يمثل عدد المصريين في الخارج، وبالتالي هذا خطأ وهذا عيب كبير. يجب أن يكون هناك نوع من التواصل مع المصريين، هناك بيانات كاملة لهم، وهذا لن يتم بمجرد إرسال لجنة لتمضي عدة أيام في بعض العواصم الرئيسية في المناطق الجغرافية المتباعدة داخل الولايات المتحدة. لابد أن يكون لكل قنصلية مكتب دائم لاستخراج هذه البطاقات يتجه إليه المواطن المصري في أي وقت على مدار العام، أو ربما يعني أتمنى أنه يوما ما يكون هناك قدرة على استخراج هذه البطاقات سواء بالإنترنت أو بالرسائل إلى آخره لتسهيل هذه العملية بالنسبة للمواطن المصري. طب أستاذ محمد ستوحي كإعلامي وأيضا محلل سياسي، كنت عايز أعرف برضو رأي حضرتك في التغطية الإعلامية لما يحدث في مصر في الخارج، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة حتى الآن يعني متزعزعة في موقفها ناحية مصر. أحيانا لا نشيل المساعدات، أحيانا لا نرجع المساعدات، لا ده انقلاب، لا دي ثورة حقيقية. الحقيقة هم يعني مستنيين كده زي ما نقول بيلعبوا على الحبل أو بنقولها ازاي، بحيث ان هم لغاية دلوقتي لما نشوف الحالة هتوصل ايه في مصر وندي قرارنا. فشايف في هذا التوقيت يعني كصانعي قرار وايضا ككونجرس، هل في اختلاف بين رايهم ولا لا هما الاثنين دلوقتي بيلعبوا على نفس الوتيره؟ انا اختار انه هذا الخلاف ليس فقط بين الاداره والكونجرس ولكن داخل الاداره ذاتها وداخل الكونجرس. شيء طبيعي ان يكون هناك خلافات بالمناسبه داخل الكونجرس، لان هناك الجمهوريون وهناك الديمقراطيون. حتى داخل المعسكر الديمقراطي تجد من يؤيد بقوه استئناف المساعدات لمصر ومن يعارضها ايضا بنفس القوه. الامر نفسه بالنسبه للحزب الجمهوري، وبالتالي هناك جدل كبير داخل الاداره. نجد ان هناك معسكر ربما اكثر ليونه واستعدادا لاستئناف العلاقه الاستراتيجيه الاساسيه بين مصر والولايات المتحده، خصوصا في البنتاجون والخارجيه. نجد ان سوزان رايس داخل البيت الابيض او مجلس الامن القومي كان هناك نوع من التشدد الاكبر بالنسبه لاستئناف هذه المساعدات قبل ان تعود العمليه السياسيه كما يطالبون بها داخل مصر. وبالتالي هناك جدل كبير دائم ومستمر على المستوى الرسمي. على المستوى الاعلامي نجد مثل هذا ايضا الجدل، خصوصا انه يعني انا اعتقد انه خلال زياره وزير الخارجيه نبيل فهمي لواشنطن مؤخرا كان ذلك واضحا، وكان هناك اولا نوع من التسليم بان هناك علاقه اساسيه استراتيجيه لا يمكن الاخلال بها بين مصر والولايات المتحده، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الخلافات السياسيه فيما يتعلق بالعمليه السياسيه داخل مصر. وانا طبعا تابعت بالمناسبه الجدل الكثير الذي دار حول تصريحات وزير الخارجيه نبيل فهمي، واتصور انه جدل مبالغ فيه، لانه وزير الخارجيه يحاول استعادة هذه العلاقة القوية التي أتصور أنها أساسية ومهمة لمصر أيضا. وبالتالي لا يجب الوقوف عند بعض كلمات هنا أو هناك، لأنه هذه ليست القضية هي أنه استعادة الثقة، استعادة التواصل والعلاقة الأساسية بين مصر والولايات المتحدة. هذا في مصلحة مصر استراتيجيا. لا يمكن معاداة الدولة العظمى الأكبر في العالم الآن، والمسألة ليست بالمناسبة مرتبطة بالولايات المتحدة فقط. إذا تحسنت العلاقة مع واشنطن ستتحسن بشكل أكبر مع الدول الأوروبية، مع الكثير من دول العالم في هذا الإطار. وبالتالي يجب إعطاء وزير الخارجية الفرصة لتحسين هذه العلاقة بالشكل الذي نرغب فيه جميعا والذي سيعود بالتأكيد على مصر بالفائدة. لكن ما دمنا تحدثنا عن الإعلام تحديدا وأيضا حتى على المستوى الرسمي، يعني أنا أتصور أن بعض الأمور التي تحدث في مصر تأتي بانعكاسات سلبية للغاية. يعني وزير الخارجية كانت زيارته للأسف في توقيت سيء للغاية، لأنه واكبها لسوء الحظ إصدار أحكام بالإعدام على المئات
من الاخوان المسلمين. هذا وجد صدى سيء للغايه، انه كان هناك محاكمات جماعيه، وانه لم يكن هناك نوع من العداله بمعاييرها الدوليه، وبالتالي هذا يعني اينما ذهب نبيل فهمي كان يواجه دائما بهذه المشكله، وربما يعني هو ليس مسؤولا عن هذا التوقيت، لكن هذا ما حدث بالفعل. بشكر حضرتك السيد محمد السطوحي المحلل السياسي من واشنطن. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ويمكن هنكمل الناحيه الاعلاميه مع الاستاذ اشرف. يعني هو قال ان توقيت الزياره مرتبط بالاحداث، كان مرتبط بالاحداث، لكن انا كان اهتمامي انه اليس يعني وفد وزاره الخارجيه لما يكون رايح وفي هذا التوقيت تحديدا من المفترض انه اعلاميا يكون محمل بكل ما يثبت وجهه نظري، يعني ان يكون هناك استباقيه في ان انا يعني اقدر ان انا اواجه الكلام. يعني لما يتقال لي اي شيء، والله يا جماعه ادي الفيديوهات، اعتقد ده مش وليد اللحظه، اعتقد انت تعلمينا تماما انه منذ 30/6 وحتى الان الصحافه الغربيه تحديدا واشنطن بوست ونيويورك تايمز في امريكا ثم الصحافه البريطانيه لديها عمليه اختراق من قبل جماعات الاخوان المسلمين عبر شراء صفحات اعلانيه كامله او استئجار بعض الكتاب لكتابه مقالات مندده بالمواقف المصريه. حتى اثناء زياره نبيل فهمي تجد تحيه الواشنطن بوست للاسف الشديد على مدار 3 أيام تندد بتطورات الاوضاع داخل مصر في محاوله استباقيه من هذه الصحافه لخلق راي عام او وجهه نظر داخل الاداره الامريكيه ضد اي نوع من التقارب او الطلاق المصري الامريكي. ايوه انا بقول بقى الناحيه الاستباقيه من الجهه الاخرى. يعني اعتقد ان احنا الان في هذه الازمه لم نستطيع الخارجيه المصريه برغم كل الجهود التي تتمتع بها، لكننا كان عندما تحدثنا عن اخطاء او تجاوزات او بعض الحواجز تتعلق بالهيئه العامه للاستعلامات، هي التي لم تستطيع ان توفر الماده الاعلاميه السليمه او تستطيع ان تخاطب الاعلام الغربي او تستدعي كثير من النفور الصحفيه او الاعلاميه الغربيه ليحضروا في مصر كثير من بعض الاحتفاليات او لقاءات مباشره مع صانع القرار داخل الاداره المصريه او في مجلس الوزراء او في مؤسسه الرئاسه. وبالتالي ارى انه يجب من الان ان يكون مع رئيس الجمهوريه القادم تعديل لمسار شكل وطبيعه الخريطه المصريه في الداخل وما حدث في مصر بعد 30/6. اعتقد انه مع الاستحقاق الثاني وانتخاب الرئاسه وهو الاستحقاق الاشد والاهم والاكثر خطوره واهميه فيما يتعلق بخريطه المستقبل، ارى انه مع رئيس الجمهوريه القادم ربما نعيد النظر في صياغه المشهد في الداخل، وبالتالي نبني على النجاحات في الداخل لامكانيه اعطاء صوره واضحه ومكتمله الاركان والمعالم عن تطورات الاحداث للخارج حتى يتعاطى بشكل ايجابي، ومن هنا يكون مشاركه المصريين على متابعه التطورات بشكل ايجابي، وان هناك بالفعل مضي قدما نحو صنع الافضل للدوله المصريه وتجاوز كل ما حدث في عهد الاخوان او في عهد مبارك على مدار 30 عام. الاستاذ محمد ريان، يمكن البرنامج الانتخابي لكل من المرشحين، هل الاتحاد ليه دور في انه يعقد بعض المؤتمرات، يعقد يعني اي شيء يوضح فيه البرنامج الانتخابي لكل منهم بشكل محايد في يعني هل في اجراءات لذلك؟ يعني هنا طبعا هيبقى في اعلام، لكن هناك هيبقى الوضع ازاي؟ هو ده متابعه جيده. اولا بالنسبه للمرشحين والبرامج الانتخابيه بتاعتهم، هذا الموضوع موجود في كل بيت، موجود في كل مكان، الناس بيتابعوا الاخبار والصحف. انما اللي هو جديد ان احنا لان احنا كشريحه من ابناء الشعب المصري اصبح النهارده في مننا من يؤيد. معلش انا استاذنك، معانا تليفون وهرجع لحضرتك تاني استاذ محمد ريان. معانا على الهاتف من ايطاليا السفير عمرو حلمي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. سياده السفير، استعدادات السفاره في ايطاليا لاستقبال الانتخابات. والله الانتخابات هتبدا يوم الخميس زي ما حضرتك عارفه، يوم الخميس 15 مايو، وهتنتهي يوم الاحد 18 مايو، وهيتم الفرز بعد الاغلاق الصناديق مباشره. يعني الانتخابات هتتم في كل يوم من ال3 ايام دول من الساعه 9 الصبح لحتى الساعه 9 مساء. وانه طبعا الجاليه المصريه هنا هتشارك في متوقع له مشاركه مكثفه، خصوصا انه المشاركه هذه المره هتكون عن طريق استخدام الرقم القومي او جواز السفر المميكن. وبالتالي فاحنا نتوقع مشاركه كبيره من الجاليه المصريه في ايطاليا سواء في روما او في العنصريه العامه في ميلانو، وانه طبعا اختار كل ممثلي الجاليه المصريه باهميه المشاركه في الانتخابات الرئاسيه المقبله، وفي اقتناع واهتمام بهذه المشاركه، وفي حرص من الجاليه
على الحضور سواء الى السفاره في روما او الى القنصليه العامه في ميلانو. طب سياده السفير، هل في نوع من الحياديه من انه يكون في مندوبين عن المرشحين يكونوا موجودين في السفارات؟ والله احنا دعينا كل الجاليه كافه اطيافها الى المشاركه والى الحضور، خصوصا في عمليات الفارس، واذا كان حد عايز يجي يحضر عمليه الاقتراع نفسها ويباشر متابعتها، فاحنا بنرحب فيهم الجاليه على علم بهذا. اشكر حضرتك سياده السفير عمرو حلمي من ايطاليا. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. وارجع للاستاذ محمد ريان، وكنا بنتكلم عن دور الاتحاد في ان احنا نعرف البرنامج الانتخابي لكل من المرشحين. هل في مؤتمرات؟ انا عايز بس تتعقب على لا يعني لا هو لا بتكلم كلام كله سليم، لان قانون 11 لسنه 2014 بتاع اللجنه العليا للانتخابات واضح جدا جدا. صحافه اهلا وسهلا، مندوبين لكل رئيس اهلا وسهلا، مندوبين من ابناء مصر في الخارج اهلا وسهلا. عايز تاخد بعد الحصر والاجراءات العدد كوبي لا كله والتصويت والفرز وكله. عايز تاخد كوبي من المحضر خد اهلا وسهلا. مفيش يعني الحقيقه اللجنه العليا للانتخابات واضحه والقرار واضح. اللي كنت عايز اقوله، احنا كاتحاد عام المصريين في الخارج بالنسبه للاشراف على الانتخابات، ودي مش اول مره نعملها. احنا عندنا 423 مواطن مصري اعضاء في الاتحاد العام للمصريين في الخارج، دول بيشرفوا في ال 141 دوله، بحيث كل واحد من زمايلنا بيمسك يوم. ايوه كل واحد من زمايلنا في الدوله بيمسك يوم، او في القنصليه او البعثه مقر البعثه بيمسك يوم في الانتخابات نفسها. يروح بقى لانه مش معقول هيروح كل يوم يتعب. فانت حضرتك مسجل اسمك النهارده، استاذ اشرف بكره، انا بعد اشراف ولا الايه يعني ايه؟ اشراف ومتابعه اشراف ومتابعه والامور واضحه. فدي دي يعني، ودي قبل كده كنا بنلاقي صعوبه، المره دي لا خلاص وافق على كل حاجه. النقطه انت سيادتك اشرت البرامج الانتخابيه. البرامج الانتخابيه احنا شارحها من الشعب المصري، فيه المؤيد وفيه المعارض، وفيه من يرغب سين او فيه من يرغب صاد. وفي المقر الانديه والروابط بتتعمل مناظرات، وكل واحد يدافع عن نفسه. تعمل مناظرات بين ومين؟ بين الشباب. يعني الشباب هم اللي يعيدوا يعني مثلا يعني مثلا في ناس مثلا تيجي يقول لك الله ثقافه جديده على المجتمع المصري. يعني من ضمن الحاجات، وفي حاجات بنشترك فيها احنا على سكايبي مباشره. يعني في حاجات مثلا يجي يقول له الله انت تاريخك السياسي وانت بتاع ورحت اتحبست مرتين وبتاع وخلافه، وانت كل شويه بتخش البرلمان. انا بقول لك يعني حاجه من الدعابه يعني، وكل شويه بتخش البرلمان بالاتفاق. فين القاعده؟ فين الحزب؟ فين البتاع؟ واحد تاني يقول لك الله ده الراجل ده اشتغل وحمى الوطن وحمى البلد وحمى الشعب وبقى متعهد يحمي الدول العربيه. يعني كل واحد بيقول مميزات وايجابيات او راجل ليه مصداقيه، راجل وراه شعبه. طيب احنا علشان وقتنا انا عايزه اعرف من الاستاذ اشرف وكذلك الاستاذ محمد ريان، تعتقد ايه المتطلبات من المصريين الموجودين في الخارج او اللي يعني بياملوا فيها انها تكون في رئيس مصر القادم؟ اعتقد ان قبل الاجابه على هذا السؤال هناك سؤال جوهري او محوري فيما يتعلق بامكانيه التشكيك في نتائج هذه الانتخابات. لاول مره على مدار الدولة المصرية في 60 عاما الماضية، وحتى الانتخابات الماضية في عهد محمد مرسي، كان هناك درجة من المخاوف الكبيرة بأن هناك نوع من التشكيك أو محاباة أو إحداث نوع من التقارب من قبل الدولة المصرية لمساعدة مرشح بعينه. أعتقد هذه المرة الجميع يعلم تماما أن عنصر أي نوع من التزوير أو التلاعب أو إمكانية أن يكون هناك تدخل من قبل الدولة في تأييد مرشح بعينه، كل هذا الأمر الآن بعد دستور 2014 أصبح خلف ظهر المصريين. هناك صورة جديدة ووضع جديد للمصريين، حتى أن الدولة لديها التزامات كاملة على لسان رئيس الحكومة ورئيس الدولة في أكثر من خطاب وأكثر من مناسبة وأكثر من إطلالة بالحياد التام، ودعوة كل مؤسسات المجتمع المدني في الداخل وفي الخارج والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة والجامعة العربية، لأن هناك مشاركة وأيضا عمليات فحص وتدقيق في كل ما يتعلق بالانتخابات. وبالتالي أرى أنه لا مجال بأي حال من الأحوال عن تشكيك او ما الى ذلك. استاذ محمد برضو بما ان حضرتك طبعا رئيس الاتحاد، ايه اللي شايفه ايه اللي شايفه حضرتك بخصوص بنفس السؤال؟ المصريين بيأملوا ايه في الخارج؟ طبعا احنا كابناء مصر في الخارج في واحد من المرشحين قال انا عايز ابني مصر. احنا معاه، لازم نبني هذه البلد، لان لا ما احنا ما نقولش بقى كل المصريين، انت ما تعرفش مصريين في الخارج كلهم. لا انا اقصده ايه، لا مع اي شخص قادم، مع أي شخص هيبني البلد اهلا وسهلا بيه. وخصوصا ان الرئيس، ايه وظيفه الرئيس القادم؟ دفاع وامن قومي. نعم دفاع وامن قومي، علاقات دوليه،
وظيفته الثالثه اللي هي من يحقق ذلك فالمصريين في الخارج معاه. بشكر الكاتب الصحفي اشرف العشري مدير تحرير الاهرام، وايضا الاستاذ محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج. بشكر حضرتك يا فندم، بشكركم جميعا، بشكركم ايضا مشاهدينا، والى حلقه اخرى ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس التوقيت وعيون الحقيقه.